أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. وزارة الصحة تصدر إعلان رقم 4. خطوات للحد من ارتفاع الأسعار في الإقليم الأوسط. أنشطة نفي لتدريج مساقط المياه في مديرية كالنفعي. معتل نحو 70 جنديا نيجيريا في كمين أصابهم متشددون. مسلحون يقتحمون معبدا للهندوس في كابول. وقادة يورو جروب يفشلون في الاتفاق على خطة اقتصادية لمواجهة كورونا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم تشخيص إصابة 3 راكبات وصلن إلى أسمرة قادمات من دبي على متن رحلة الطيران العربية يوم الاثنين 23 من مارس الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، وتأكد اليوم إصابتهن بكوفيد 19 المستجد. والراكبات ال3 هن مواطنات إريتريات مقيمات في البلاد، وبهذا يصل العدد الإجمالي للأفراد المصابين حتى الآن إلى 4. وقد تم فرض الحجر الصحي على الركاب الذين كانوا على نفس الرحلة مع المصابات وجميع الذين اتصلوا بهن جسديا. وقد يتلقى جميع المرضى العلاج اللازم في مستشفى فيلاجو أسمرة ويظلون في حالة صحية جيدة. وفي هذا الصدد تم وقف كافة الرحلات من وإلى إريتريا اعتبارا من منتصف الليل اليوم 25 من مارس 2020، وسيبقى الحظر الإصرار المفعول لمدة أسبوعين حتى مزيد من المراجعة. ستواصل وزارة الصحة رصد التطورات والاتجاهات المتعلقة بكوفيد 19 وإصدار مزيد من المعلومات والتوجيهات حسب الضرورة. الصحة والسلامة فوق كل شيء. وزارة الصحة أسمر 25 من مارس. بدأ مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط اتخاذ خطوات للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية باستغلال حالة الحذر تخوفا من فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية. وأوضح مسؤول الفرع العقيد ميكائيل تسفاسيون أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في 21 من مارس الجاري توجيهات آنية وفق المرسوم رقم 125 لعام 2002 بخصوص الأعمال المخالفة للقانون، حيث يقوم الفرع بأنشطة المراقبة ناشرا أعضائه في أسواق العاصمة أسمرة، مشيرا إلى تغريم التجار المتلاعبين بالأسعار بطريقة غير قانونية ومنافية للأخلاق. وأوضح العقيد ميكائيل بأن زيادة الأسعار لأسباب غير منطقية من بعض التجار الجشعين خلال الأيام العشر الماضية شملت الحبوب والشطة الحمراء والسكر والزيوت ومواد النظافة وغيرها من المواد الاستهلاكية، مما صعب الأمور على المواطنين واتخذت خطوات سريعة للحد من تلك الظاهرة. وأوضح العقيد ميكائيل تغريم ما بين 70 إلى 80 مؤسسة تجارية بعد إجراء دوريات الكشف على الذين زادوا الأسعار، ابتداء من إصدار قسم التجارة المحلية التوجيهات الآنية بخصوص زيادة الأسعار. وأشار العقيد ميكائيل إلى أن الغرامات التي فرضت على المؤسسات التي زادت الأسعار مما كانت عليه قبل 20 من فبراير 2020 وقامت بإخفاء البضائع رغم توفرها تصل ما بين 3000 وحتى 25,000 نوفا، وإن تجاوزت الحد سيتم إغلاق المحال التجارية، مذكرا المواطنين الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالمكتب في حال شاهدوا زيادة الأسعار في الأسواق. وعلم بأن الخطوات المتخذة على التجار الجشعين تجري في كافة أقاليم البلاد الست. يذكر بأن العديد من الدول العالمية تتخذ قرارات صارمة على من قاموا بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وتخزين وإخفاء البضائع تزامنا مع الحالة من فيروس كورونا تصل إلى مستوى إغلاق المتجر وإلغاء الرخص. يقوم سكان مناطق دعر قولوس ومسقاق وعدب أخوخاي في مدينة قالا نفح الأقليم الأوسط بتنظيم أنشطة النفير لتدريج مساقط المياه بسد ماء نفح. وأوضح كل من السيدة روتا سلمون مسؤولة وحدة التنمية السمكية في المياه العذبة، والسيدة فاسلاسي الرأية مسؤول وحدة مراقبة جودة الأسماك من فرع الثروة البحرية في الإقليم، أن الأعمال الجارية هي امتدادا للمهام الأهلية الجارية التي بدأت عام 2018.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الأعمال مكافحة السدود من الامتلاء بالطمي وتنمية وتكاثر الأسماك كما يجب، حيث تم تدريج 54 كيلومترا خلال 17 يوما. من جهته قال خبير التشجير في مكتب الزراعة بمديرية قال نفيها السيد تصفى مسفن أن أنشطة النفير كانت فعالة لإدراك السكان أهمية التدريج في حفظ المياه وحماية التربة، مشيرا إلى وضع برنامج لغرس الشتول. وتشير المعلومات الواردة إلى تسيير أعمال مماثلة في مساقط المياه بسد عد شاخة. يعمل مشروع قرصة الزراعية الكائن في مديرية قلوج إلى جانب الأنشطة الزراعية المختلفة على خلق فرص العمل لسكان المنطقة، ويلبي متطلبات الأسواق المحلية من الخضر والفاكهة. وأوضح المدير التنفيذي للمشروع السيد أمينة الساميكائيل بأن المشروع يسهم بفعالية لتلبية واستمرار متطلبات الأسواق المنطقة ومن منتجات الخضر والفاكهة، حيث تم حصاد إنتاج وفير من الطماطم هذا العام، فيما أرسل 3000 كنتال إلى مصنع بناتوم ألبو. وذكر السيد أمينة بأن المشروع فتح فرص عمل لحوالي 300 عامل يوميا قادمين من مديريتي تسني وقلوج. كما ينشط المشروع إلى جانب تنمية الخضر والفاكهة في غرس الأشجار المثمرة وتنمية الثروة الحيوانية والزراعة المطرية، وما يساعد ذلك إلى اكتساب السكان التجربة الزراعية خاصة المروية. من جهتهم أوضح العمال بأنهم يتخذون من المشروع مصدر دخل اقتصادي ومسرح لاكتساب التجارب في التنمية المروية. رغم تشييد مؤسسات تعليمية كافية وتوفير مستلزمات دراسية في مختلف مناطق مديرية منصورة إقليم القشبركة، إلا أن أعداد الطلاب الذين يبلغون المستويات العليا مستفيدين من تلك الفرص لا يوازي تلك الجهود. لذلك قدمت دعوات للقيام بمساعي منسقة لتطور المجتمع وتحسين التعليم. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ محمد إدريس توفر مدارس من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية فضلا عن نقاط تعليم الكبار، وأن تدني أعداد الطلاب وخاصة الطالبات يستدعي إلى العمل باستمرار من كافة الجهات الحكومية والمجتمع. من جهته قال المدير التنفيذي للمديرية سيد يمانية الساميكائيل إن سكان المناطق كانوا يتخذون خطوات لتطوير المؤسسات التعليمية وتأثيرها وتقليل جوانب القصور، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة نتيجة لمختلف الأسباب. لذلك ينبغي على كافة الجهات تعزيز التنسيق الجيد. من جانبهم دعا المشاركون لإيجاد آليات حلول لجوانب القصور في المدارس وأعمال البناء غير المكتملة والمساهمة والفعالية في العملية التعليمية التي تؤثر سلبا. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة والمقررة في طوكيو صيف 2020 إلى عام 2021 بحسب معلومات قادمة من اللجنة الأولمبية الإريترية. التأجيل جاء بعد انتشار لفيروس كورونا على مستوى العالم بحسب رسالة وصلت في 24 من مارس الجاري إلى جميع اللجان الأولمبية العالمية وفقا للجنة الأولمبية الإريترية. وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه اتفق مع رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال مباحثات هاتفية على مبدأ التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم بما فيها اليابان. وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات متزايدة على منظمي دورة الألعاب لإرجاء الموعد المقرر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم. وكانت كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا من ضمن العديد من الدول التي أعلنت أن تنسحب من دورة الألعاب الأولمبية في حال لم يتم إرجاء موعد انطلاقها. يقوم سكان منطقة عدب زاغا في مديرية دبار والإقليم الجنوبي منسقين طاقاتهم وأموالهم بصيانة طريق ترابي يربط منطقتهم بمنطقة عدبار، وذلك بطول كيلومترين. وأوضح مدير ضاحية عدب زاغا السيد قبر هيوت قرزقهر بأن مهام أعمال الصيانة مصحوبة بآليات ثقيلة، مشيرا إلى فعالية الأعمال المنتظمة أهليا، داعيا في الوقت ذاته القرى الكائنة على جانبي الطريق ما بين المنطقتين لاتخاذ خطوات مماثلة. وأشار السكان إلى أن أعمال الصيانة الجارية لانسيابية الطريق من أجل تقديم خدمات مواصلات جيدة، ويسعون جاهدين لاكتماله في وقت وجيز.
هذا وتقع منطقة عدبزاقة على بعد 13 كيلومترا من جهة الشمال الغربي لمدينة دباروا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. قالت 3 مصادر عسكرية ومصدر أمني لرويترز أن نحو 70 جنديا نيجيريا قتلوا في كمين نصبه متشددون إسلاميون في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد. وقالت المصادر أن المهاجمين استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى في الهجوم الذي وقع في قرية جورجي. ونقل الجنود المصابون إلى مايدوغوري عاصمة الولاية، فيما نقلت جثامين القتلى إلى مستشفى مايمالاري العسكري. وأكد المتحدث العسكري الصغير موسى وقوع الهجوم، لكنه اختلف مع تقديرات عدد القتلى من الجنود، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من المعلومات. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين. وينشط في المنطقة متشددون من جماعة بوكو حرام ومن تنظيم الدولة الإسلامية. اقتحم مسلحون معبدا للسيخ والهندوسي في وسط كابول، تحاول قوات الأمن استعادته حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية. وأكد طارق عريان الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس بريس اقتحام عدد من المهاجمين معبدا للسيخ والهندوس، موضحا أن الناس عالقون في داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم. وتأتي هذه الأحداث بعد محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى والسجناء، وهي خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق وقعته واشنطن مع المتمردين الشهر الماضي. فشل وزراء مالية مجموعة يورو جروب خلال اجتماع عبر الفيديو في الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم اقتصادات التكتل في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، تاركين بذلك أمر الاتفاق على هذه الحزمة لقادة دولهم الذين سيعقدون قمة افتراضية. والاجتماع الوزاري الذي استمر الزهاء ساعتين انتهى إلى الفشل بدليل عدم تمكن الوزراء من الاتفاق حتى على بيان ختامي. ووصل الأمر برئيس مجموعة اليورو ماريو سينتو إلى حد القول إنه ينتظر بفارغ الصبر اجتماع رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده غدا الخميس عبر الفيديو أيضا، لكي يعمل الوزراء بالتوجيهات التي سيتفق عليها القادة. وفي مواجهة الانكماش الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، تسعى إيطاليا الأكثر تضررا من الوباء مدعومة من فرنسا وإسبانيا إلى الحصول على مساعدة مالية ضخمة من بقية الشركاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعتبره دول الشمال بقيادة ألمانيا وهولندا سابقا لأوانه. وفي حين تطالب الدول الجنوب بوضع آلية الاستقرار الأوروبية في متناول الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ترى دول الشمال أن هذه الترسانة المالية الضخمة هي ملاذ أخير ومن السابق لأوانه اللجوء إليها اليوم. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأمريكي. وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على عمق 59 كيلومتر عن سطح البحر، في حين أعلن المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي أنه ما زال يقيم الواقع لتحديد مستوى الخطر. وتعد هذه المنطقة بين الأكثر تعرضا للزلازل في العالم، وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادي، وتسميها روسيا الكوريل الجنوبية، فيما تدعوها اليابان أراضي الشمال. والكوريل الخبيل من عشرات الجزر البركانية يقع ما بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادي، وتتنازع السيطرة على 4 من جزرها اليابان وروسيا. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.